السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية، وان شاء الله دائما تامين وسالمين يا رب العالمين. في الفيديو ده الحرب فيها السودان وسيناريو ود مدني. صراحة الحاصل في السودان الآن حاجة أقرب للخيال. ما كنا متخيلين ولا كنا متوقعين إنه المشكلات اللي بتحصل والخصومات اللي بتحصل والعنصرية اللي بتحصل دائما بين القبائل ممكن توصلنا لحرب كبيرة زي دي، زي ما نحن شايفين الآن. وما في حاجة بتكون كبيرة طوالي، كل حاجة بتبدأ صغيرة بعد ذاك بتكبر. قبل 8 شهور بالضبط بدأت الحرب في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع. والحرب بالنسبة لنا كانت صدمة كبيرة، وأي حرب معروف إنه فيها خسائر كبيرة جدا فيها الأرواح وخسائر كبيرة جدا فيها الممتلكات. الوضع صعب جدا لكل المواطنين. كل يوم ناس بتموت، كل يوم ناس بتتشرد، كل يوم ناس بتنزح. الناس نزحت لبعض المناطق وكمان خاصة مدينة والمدني وبعض الولايات. قلنا يمكن الوضع يكون آمن شوية ويكون في استقرار، والحرب خلاص حتكون في الخرطوم وبس. وقبل كم يوم شاهدنا احتفال المواطنين بمدينة والمدني وانتصار الجيش على الدعم السريع، وإذ بنا نتفاجأ بانقلاب الأمور ودخول الدعم السريع لمدينة والمدني بدون أي مقاومة تذكر. وصراحة امتداد الدعم السريع من الخرطوم لولاية الجزيرة ده ضاعف الأثر النفسي لسكان الجزيرة نفسهم وللنازحين من ولاية الخرطوم. وصراحة الأثر النفسي لكل السودانيين ولكل سوداني في كل مكان وزمان، لأنه في الوقت الناس اللي كانت منتظرة إنه ترجع لبيوتها وتستقر وإنه الحرب تنتهي، لا، اصطدموا بسيناريو أسوأ يعني. ونقول لكل الناس وكل العالم إنه الوضع في السودان بقى صعب جدا جدا وبينذر بالكثير من المخاطر، وكل يوم أصعب من اليوم اللي قبله. والحصل في ولاية الجزيرة نتمنى إنه ما يحصل في أي ولاية من ولايات السودان بأي شكل من الأشكال. ودي مناشدة لكل الأهالي في المناطق الآمنة والولايات الآمنة إنه يقوموا بإكرام ضيوفهم الوافدين من ولاية الجزيرة وكمان من ولاية الخرطوم المتأثرين بالحرب، بحثا عن العلاج وكمان بحثا عن الأمن. ونتمنى يا جماعة إنه الناس ما تستغل بعض، لأنه في بداية الحرب الناس اللي من خرطوم مش الولايات دائما بنسمع إنه في الولاية الفلانية في المنطقة الفلانية إنه في غلاء في الأسعار، في غلاء في البيوت. فده الوقت المفروض أنت تقيف مع الناس، فده الوقت أنت كسوداني مفروض تقيف مع أي سوداني في أي مكان. تمام. فالناس تحاول تكون يد واحدة، الناس تقف مع بعض. وتصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني وأهل الحارة ما أهلي، ولو ما جيت من زي ديلة ومأساتي وازلي. لحد ما نشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. مع السلامة. نتمنى إنه السودان دايما يكون بخير، أمنا وأمانة، سلما وسلام.